السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هوريكم ازاي تحجز هوستل في قلب امستردام ب10 يورو بس. وايه الفرق ما بين الاوتيل وما بين الهوستل؟ ده اللي ان شاء الله هوريلكم اخر الفيديو، وهوريكم الهوستل ده عبارة عن ايه. في ناس كتيرة جدا يا جماعة ما بتحبش ان هي تصرف مصاريفها على الاوتيلات، لان الاوتيلات دي بتكون مثلا اقل اوتيل مثلا ب100 ولا ب200 ولا ب300 يورو في الليلة الواحدة بس. فهي بتوفر المصاريف دي عشان خاطر ان هي تتفسح او تعمل بيهم حاجات تانية. فعندنا بديل مهم جدا اللي هو بديل الهوستل. فالهوستل ده انا بنصح بيه لو انت حابب توفر ميزانيتك، وهو عبارة عن مكان امن جدا ومكان كويس جدا للي حابب يوفر المصاريف. طبعا يا جماعة ده بيتحجز من عن طريق بوكينج، وان شاء الله انا هنزل لكم حلقة ازاي بتحجز ارخص حاجة في الهوستلات. ودلوقتي يلا بينا نشوف عبارة عن الهوستل ده بيتكون من ايه. ده يا جماعة الهوستل، وده سرير الهوستل. عبارة عن الغرفة بتتكون من 8 سراير او 6 سراير او 4 سراير. آه، في كل طبعا لما تيجي تحجز الهوستل هو بيديك رقم معين، 1 ولا 2 ولا 3 ولا 4، بتطلع بتسكن السرير بتاعك كأنك بتأجر سرير واحد بس. الهوستل دوت فيه حاجة ان هو بيكون مختلط، يعني بيكون مثلا ولاد وبنات ممكن من جميع الجنسيات، ولكن انت بتكون ليك خصوصية كويسة جدا في الهوستل. الهوستل دوت يا جماعة هنا بيكون مثلا ليك مكان للشاحن، وليك مكان للكهرباء. انت لو حابب تشوف حاجه، لان هم هناك بيحترموا جدا 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 ان انت بتكون نايم، فتلاقي مثلا الساعه 12 او 1 بالليل ما بتلاقيش حد فاتح النور، كله بيستخدم الاناره الصغيره بس اللي هي على قد احتياجاته. طبعا بيتكون هو يا جماعه في ليك دولاب، وفي هوستلات بيكون حمامها بره، وفي هوستلات حمامها جوه. ده شرح مبسط للهوستل. شكرا.